كلنا عارفين ان المكوه بتاعتك لما تتحول للمنظر ده المفروض تترمي وتجيبي واحده جديده، لان الخربشه دي هي خربشه وكان فيها حاجات لازقه. والله ما اعرف ايدي، انا ما حرقتش حاجه، بس في حاجات كده لازقه كان لما بشغل المكوه بتلزق في الهدوم لما بعلي الحراره قوي. قررت احل المشكله بحاجه اقل تكلفا كتير وممتازه في الاستخدام، الا وهي كفر المكوه. اسمه كفر تeflon حراري اصلي، بيتركب على المكوه وكأنها جديدة بالظبط. هي كده شغالة اهي، ودي طبعا طرحة شيفون اللي هي ما بتستحملش اولا تكوي عادي، ولو سبتها كده وقفت اتكلم معاكم ولا تقلقي، لان هي اصلا بتحمي القماش من انه يتلسع او ان هو يتحرق. طبعا الشيفون اول ما بتحطي عليها بتتحرق في لحظة، ولا كأني في اي حاجة. على فكرة أنا جايباها من عند بتاع المغسلة، هو طبعا غني عن التعريف. الخامات اللي بيستخدمها في